عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس خلاص اسكتوا بقى عشان اكمل فيديو النهارده بقى بعنوان جات الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. عايزه اقول لكم ان انا زعلانه جدا 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 النهارده. انا هقول لكم وانتوا بصوا شوروا عليا وقولوا لي ده نتيجه ايه وده سببه ايه، عشان الواحد هيتجنن. انا هتجنن صراحه من ساعه ما طلعت شفت المنظر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا هحط لهم الاكل جوه. انا عايزه اقول لكم ان انا ما فرحتش بقى ان انا نظفت السطح بتاعي كله، حتى بصوا الاواني بتاعه الميه تشوفوا وشك فيها كده. طبعا هم مدورين عشان شاربين منها. بصي غسلتها كلها ونظفتها وكنست السطح كله وعملت شويه تغييرات كده يعني. اللهم اسالك من فضلك. يعني البط مش موجود معانا بره. بصوا كحت كله ونضفت كله حتى اوضه الرومي. والاوضه دي بصوا يعني ايه كنسها كنيس اللي هو ايه مش بذمه قوي يعني، بس منضفاها برضو لحد ما. ونضفت عند الفراخ الهندي ونضفت السطح كله كحته ما عدا عشه الحمام، لان لو وريتكم دلوقتي مدهولين الدنيا بالاكل جوه وحرام لما اكنس كميه العيش دي كلها. شايفين بصوا كميه العيش واقعه كتير في الارض. ما عشان شبعانين انتوا مش هحط لهم اكل النهارده طول النهار لحد ما يجوعوا كده ويلموا اللي في الارض كله. مش ناقص غير الاوضه اللي جوه ديت وعشه الحمام، فهم دول بكره بمشيئه الرحمن. لان بص عايزه اقول لكم ان الواحد نفسيته صراحه زعلانه جدا جدا. مش عارفه ده سببه ايه. المشكله اللي انا هقول لكم عليها ديت هي حاجه تحزن. مش هيسيبوه دخل جوه مش هيسيبوه. تعالوا بصوا نضفت الدنيا وروقت الدنيا والدنيا زي الفل. كل البلاستيكات غسلتها كله نضف. خلاص انت الكبير خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا البط المفروض ان انا كنت هدخل هنا الثلاث نتات بتوعي اللي بره والذكر بتاع البط، فقلت العشه محكمه وكمان ما فيهاش تهويه شديده غير السلك دوت والسلك اللي فوق العشه وثلاث نتايات مع الذكر، فهم هيعملوا رطرطه كتير بالميه وهيدهولوا الدنيا كتير. فقلت عندي جوه مكان ما انا كنت حاطه الذكر والنتايه المسكوفي. طبعا المكان يعتبر فيه شباك كبير والباب بصوا برضه فيه سلك كبير. اللهم اسالك من فضلك. يعني المكان متهوي. فعملت بدل بقى حكايه بدل كده. كنست هنا ونضفتها وقمت جايبه البطايه. جبت البطايه المسكوفي والذكر المسكوفي هنا. هي عليها بيضه لبكره. مع اني انا كنت شاكه. خلاص بقى خش. انا كنت شاكه ان هي مش هتبيض تاني. ليه؟ لان البيضه بتاع النهارده عايزه اقول لكم بصوا صغيره قوي 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 يعني. بصوا مش هتعرفوها من البيض بتاع الفراخ. هي دي بصوا بقت قد ايه. البيضه صغرت جدا يعني. بصوا الفرق يعني طبعا ما فيش فرق بينها وبين بيضه الفراخ، ما فيش فرق خالص. انا بقول ادام البيضه بدات تصغر يبقى هي كده في نهايه العنقود. ولسه ما دخلتش بيض الوز معانا في الفقاسه. ليه؟ لاني انا لقيت بيض البط المسكوفي بيقعد في الفقاسه 33 يوم ونص. لا ده 31 يوم في الادراج فوق و3 ايام تحت، يعني 34 يوم ونص. وانا كنت هدخل بيض البط المسكوفي مع بيض الوز على اساس ان كلهم يخرجوا في وقت واحد واربي الوز مع البط دوره واحده كده كده. الاتنين بيرطرطوا الدنيا وبيبهدلوا الدنيا. فقلت عشان ما اتحكمش بمكانين ويربطوني بمكانين، فقلت لا كده بيض البط المسكوفي هشوف البطيه بتاعتي استنى النهارده لقيت عليها بيضه بكره، فانا هصبر لبكره هقيسها لحد ما ان شاء الله تشطب بيض كده. لان انا نفسي استدت من الوز صراحه. الموسم اشتغل عندي بدري وربنا كرمني منه بدري، بس بصوا في عين اعوذ بالله رشقت في الوز بتاعي. هقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل فيه. ده مش عين طبيعيه يا جماعه. العين دي عين ديناصور. دي عين ديناصور دخلت في الوز اعوذ بالله.
فانا نفسيتي تعبت جدا صراحه لما شفت المنظر كده. المهم قلت لما البطايه المسكوفي تخلص بيض هدخل البيض بتاع البطايه المسكوفي، وبعده ب4 ايام هدخل بيض الوز بتاعي، عشان بمشيئة الرحمن يخرجوا الاتنين في يومين ورا بعض كده، او في نفس اليوم لو شاء الرحمن يعني، عشان تبقى دورة واحدة والاستقبال واحد والاكل واحد والعناية واحدة. وطبعا دخلت ال3 نتايات، والذكر مكان الذكر المسكوفي والنتاية. الوز طبعا انا منضفه مكانه، هنا الذكر بس اللي قلب الدنيا من الاكل هنا وانا بدخله، منضفه مكانه والمكان ناشف وزي الفل. انا حطاهم جوه عند الميه زي ما شفتوا امبارح. جبت ال3 نتايات والذكر هنا. المكان بقى هنا بصوا، يعني انا لسه ماليه الميه وحطاه، شايفين الرطرطه هناك في العشه. استخدام ال4 مش هيبقى زي استخدام البطتين اللي هناك الذكر والنتايه. هنا بصوا الشباك قد ايه، وفي سلك وفي تهويه والدنيا تمام والاوضه واسعه هنا، فمهما يرطرطوا مش هتعمل ريحه، مش هتفضل مترنخه، هتنشف الى حد ما. انا عندي البطايه بتاعتي راقده زي ما هي والحمد لله ولله الحمد، مع ان البومه دي انا ما بتفائلش بيها، بس والله انا ولا هفحص بيض ولا هشوف. انا تعبت صراحه. بصوا صدمه النهارده زعلتني جدا جدا. طبعا نظفت السلاكه بتاعتي فوق وتحت، نظفتها وظبطتها كده وخليتها زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. المهم بقى هطمنكم على الفراخ دلوقتي. دي بيضه من بيضه البط. دي بيضة من بيضة البط، ده بيض فراخ عادي، ودي بيضة سمان، اما دي بيضة وز. واحنا عارفين هو المشكلة هنا بقى، المشكلة هنا في بيضة الوز. ايه اللي حصل هنا ده؟ زي ما شفتوا معايا امبارح، الوز من ساعة ما فتحت الأوضة دي وهو حبيبة عايز يفضل فيها، بس الوز طبعا برطرة الدنيا شايفينه عامل ازاي، مش هينفع. الوز عايز أوضة مفتحة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم عارفين ان الوز بتاعي الكبير، طب تعالوا عشان طب انا هدخل الرومي الاول لان كده ممكن حاجه تطير منهم. بس انا هدخل الرومي مكانه جوه وهرجع لكم بقى، وهنروح نشوف الوز هناك عند الميه وهنتكلم هناك. لان بصوا عايزه اقول لكم ان انا والله ما قادره اتكلم، يعني كده كده انا هديت نفسي على السطح من زهقي وقرفي بقى، يعني بقيت اطلع غلبي كله في التكحيت والنظافه يعني، بس الى حد ما الواحد قرفان. بس قلت والله اتكلم معاكم عشان اقول لكم، ولو حد حصل معاه حاجه زي كده يدينا امل ان في امل بعد كده يعني. فهتشوفوا ايه دلوقتي المشكله. بس الاول هدخل الرومي عشان طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء مش تمام بين الرومي وبين الوز دوت، واخاف اصلا في نتايه اهي، النتايه البيضه، اخاف وانا هناك اتلهي كده في الوز بتاعي اللي هناك، ودول حاجه فيهم تطير او يعوروا بعض او يعملوا حاجه. فانا هدخل الرومي الاول وارجع لكم بقى من قدام الوز الكبير هناك. اقول ايه بس، ما تمرش فيهم الفسحه اللي انا فسحتها لهم، والاهتمام بزياده اللي انتوا شايفينه، والنظافه اللي انا خليتهم فيها، والميه اللي باستمرار. الميه دي متغيره النهارده مرتين، هتشوفوها اما يطلعوا منها وهتشوفوها.
اللهم صل وسلم وبارك. المفروض ان النتايه اللي واقفه بره ديت، اللي واقفه بره الميه، والنتايه السوداء، الاتنين زي ما شفتوا معايا اول امبارح بشروا لي الاتنين مع بعض باول بيضه. دي بيضه ودي بيضه، يعني بيضتين. المفروض النهارده الوز كالمعتاد، وزي ما احنا عارفين بيبيض يوم ويوم. المفروض ان انا عديت امبارح والنهارده المفروض الاقي بيضتين. لحد العصر كده مفيش الا بيضه واحده. احنا دلوقتي خلاص الساعه 6 تقريبا، مفيش غير بيضه واحده. رحت ماسكه بقى النتايه السوداء، لقيتها هي اللي فاتحه العظميتين زي ما هما، وهي اللي بيضت البيضه النهارده. اما النتايه البيضه، عايزه اقول لكم للاسف، للاسف الشديد، ان هي قفلت. يعني العظميتين بدل ما يبقوا مفتوحين 3 قرات وزياده، فاتحين قراطين، بدأت تسد في العظميتين وما جابتليش غير بيضه واحده. انا اول ما شفت كده قلت يا نهار ابيض، بيضه واحده؟ طب ازاي؟ طيب يعني انت جبتي بيضه واحده ازاي؟ انت السنه اللي فاتت جبتي لي 7 بيضات، السنه دي هتجيبي لي بيضه واحده؟ طب ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الوز في ناس طلعت ودخلت وشاف، الله اعلى واعلم بقى. لان الوز اللهم بارك اول سنه اشتغل عندي بدري كده، لان السنه اللي فاتت كان اول شغل ليهم، وكنت شارياهم يعني يعتبر في اخر الموسم، كانوا خارجه اخر الموسم. اشتغلوا عندي فعلا السنه اللي فاتت في اخر الموسم. السنه دي بداوا عندي بدري زي ما انتم شايفين. ما اعرفش والله العظيم يا جماعه، يعني استهل لقيت العظميتين قفلوا وما بيضتش خالص، وما فيش حتى بيضه متكونه. قلت مثلا يمكن هي ما بتاكلش حلو وبتاع، فقلت يمكن البيضه لسه بكره ولا حاجه تبيضها كل يومين. ما فيش حاجه خالص، ما فيش حتى بيضه طريه. بقول لكم العظميتين بداوا يقفلوا شويه كده. اما النتايه السوداء فهي اللي جابت بيضه النهارده، والعظميتين بتوع العظميتين اللي احنا بنقيسهم يا جماعه، اللي هو المفروض يبقوا فاتحين 3 قرات، اللي هم 3 صوابع. فالنتايه السوداء اللي لقيتها فاتحه هي اللي بيضت النهارده بيضه واحده، والتانية قفلت. يعني انت الموسم في المره هتبيضي لي بيضه واحده؟ دي ازاي طيب يعني؟ بشرع مين ده يعني، ولا بحلال مين ده؟ الوزة الأولانية اللي أنا كنت هتخلص منها جابت لي 4 بيضات، اللي أنا كنت بقول هخلص منها جابت 4 بيضات. انت هتجيبي لي بيضة واحدة؟ فمش عارفة دي بقى كانت زنقة عنقود من الشتاء اللي فاتت، ولا انت مش معادك تبيضي دلوقتي انا معرفش بقى. فهي ممكن فتحت للبيض وباضت لي بيضة واحدة بس. انا مش عارفه يا جماعه ايه دي بالنسبه لي مصيبه والله. ما حدش يقول لي مصيبه ومش عارف ايه وكان يوماني وبتاع، ما تقوليش كده. لا، دي بالنسبه لي وكسه سوده، وما لحقتش افرح بالوز بتاعي. وربنا يكرمني. طب يا ندى اتخلصي منهم بيعيهم وهاتي وز غيرهم. انا عايزه اقول لكم لو ربنا كرمني واول بطن وز هشوفها في السوق موجوده، انا لو ربنا كرمني هجيب جوزين من اول بطن اشوفها في السوق. اما الوز اللي عندي انا مش هبيعه، لان انا هبيعه هاذي حد تاني بيه، حرام يعني. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دبسني في النتايه اللي هي كانت بتبيض 4 بيضات ديت، واللي بيضت بيضه واحده دي الله اعلى واعلم سببها دي. بس انا متاكده ان دي نفس وعين. بس يا جماعه بصوا، انا والله العظيم على قد ما انا زعلانه، فانا لو عين الستة وعين الواحدة اللي جت في الوز وجت في حاجتي ديت جت في وز وجت في كام بيضة، فانا راضية والله العظيم، راضية والحمد لله. ان عينيها جت بعيد عني وعن بيتي وعن او بناتي وعن جوزي وعن حياتي وعن اهلي، فانا راضية الحمد لله يا رب ان عينيها جت في حاجة زي كده. زي ما بيقولوا اللي يجي في الريش بقشيش. والحمد لله، واللي مكتوب له حاجه هيشوفها. انا راضيه بحاجه زي كده. اديكم بتشوفوا الاكل اللي انا بحطه، واديكم بتشوفوا الاهتمام. الميه قدامهم ال 24 ساعه بتتغير لهم مره واثنين وثلاثه. ف مش عارفه اقول ايه والله. انا مش بس انا بجد حزينه جدا جدا والله. بس الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله. وربنا يكرمني من النتايه السوداء. انا كده مش هضطر ان انا هصبر، مش هحط بيض وز دلوقتي لحد ما البطايه تخلص بيض، لان كده المره دي اتضربوا صراحه. طب انت تخلصي منهم بيعيهم وكده يا جماعه، انا مش هاذي حد بيهم. انا مش هاذي حد بيهم واروح ابيع واحده تبقى مستنيه الموسم من السنه للسنه اديها انتهت تبيض 4 بيضات، دي بتبيض 7 بيضات بس. دي النفس جت فيهم، النفس جت فيهم. انا عارفه، انا بقول لكم وانا متاكده، لان في ناس مش متابعه ندى عشان بتحب الطيور وبتحب ندى. في ناس متابعه ندى فضولا تعرف ايه اللي عندها،
بتعمل ايه وبتربي ايه وبتجيب ايه وبتسوي ايه. انا عارفه والله متاكده من الكلام. واحده تقولي طب ما تصوريش ما تعمليش، ده رزقي ورزق بناتي. وعايزه اقول لكم ان هي ادام عينيها راشقه في حياتي، كويس ان عينيها جت في حاجه زي كده وما جاتش في بناتي وجوزي زي ما قلت لكم. فالحمد لله. حاجه زي كده مش هبيعها، مش هاذي حد بيها. هتعملي بيهم ايه؟ عايزه اقول لكم ان الاسعار زي ما انتم شايفين، الاسعار ضرب نار مع بدايه الموسم، واسعار رمضان كمان لسه ما نزلتش. فانا الوز اللي عندي كله هسيبه هطبخه في رمضان. ما تضمنوش الاسعار هتبقى ايه في رمضان. فاللي عندها ريشه تحافظ عليها، اللي عندها ريشه تحافظ عليها. ما تضمنوش الاسعار هتبقى ايه. الغلاء الله اعلم الحاجه هتنزل ولا هتطلع وهترتفع ازيد. فالواحد يبقى عامل حسابه. وانا وز زي كده خلاص هسيبها، بطيله بيضه بطيله 4 هسيبك هاخدهم منك وربنا يكرمني بس ويطلعوا على خير البيض اللي انا خدته. وهذبح النتايات كلها، هذبحها كلها في رمضان. مش هخلي عندي وز من القديم ده خالص. والنتايه السودا دي برضو هشوفها ربنا كرمني منها وكملت على خير البيض كده. النهارده تاني بيضه، خليكم احسبوا معانا. والناس اللي داخله ومتابعه معايا ووصلت معايا لحد هنا، اليوم انا ما فيش بيضه هنزلها للوز من على السطح الا ما اصورها معاكم. فاليوم اللي هتلاقوا فيه بيضه مثلا، انا لو نسيت اقول دي التالتة او دي الرابعه، فممكن انتوا تكتبوا لي في الكومنتات دي التانية دي التالتة. هو دي النهارده كده التانية، هنعدي بكره ونشوف بعد بكره مشيئه الرحمن. المفروض ان هي هتبيض التالتة، فربنا يكرمنا منها. لو فضلت مش هسيب غير الذكر الكبير والنتايه السودا دول. اما كل الوز اللي عندي على السطح بصوا يعني حتى لو بعت منه هبيعه للذبيح، وهبقى معرفه اصحابه انه ما ينفعش للتربيه عشان ما اذيش حد زي ما انا اتاذيت. انا عارفه ان انا عوقت معاكم وطولت معاكم. بس انا هسيب ده زي ما هو كده، مش هحط له اكل لان انا خلاص المغرب هتأذن. هدخله مكانه جوه واحط له اكل وميه. يلا هنوزع الاكل للطيور بتاعتي وهحط لهم الاكل جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش ميه على فكره. السمان بيشرب ميه كتير قوي، ولا السقايه دي اللي صغرت عليهم مش عارفه. ان شاء الله بكره هظبط المكان وانضف المكان للسمان والكتاكيت ديت. او ممكن اشيل الفرشه اصلا خالص من تحتهم، لان ممكن تجيب لهم كده امراض لحد ما البطاريه اللي انا قلت لكم عليها تيجي.
بس كده وصلت معاكم لنهاية الفيديو. انتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.